كل ده عشان قلت مبروك للمغرب؟ كل ده عشان قلت ان المغرب كانت تستحق البطوله من اليوم الاول؟ يعني كل الشتيمه والاهانه وشتيمه انا مش فاهمه معناها اصلا على فيديوهاتي، كل ده عشان قلت كده؟ يعني كل الفولو اللي عمال ينقص ده عشان انا كنت كل اللي انا قلته، وقلت كمان عشان قلت سموني في مره بقول نفسي اوصل 200,000 فبينقصوني كل المتابعين بيلغوا لي فولو عشان قلت الحق؟ ماشي، انا لو كلامي غلط، انا كلامي مش غلط، مش هرجع في كلامي. انا قلت المغرب تستحق تكون البطل الحقيقي لكاس الامم الافريقيه من اليوم الاول. المغرب بتستقبل ناس احسن استقبال، اللعيبه نفسها عندها ضغط عشان هي البلد المنظم، فدايما الحكم يعني في حساسيه. المغرب تستحقها، مبروك للمغرب. السنغال ما كانتش تستحقها، مبروك للمغرب كمان مره. وعلى فكره لو الفولو اللي بيتلغي ده عشان ارجع في كلامي، انا مش هرجع في كلامي. ان شاء الله هوصل 200,000 يعني باللي بيلغي ده هو حر. انا هوصل بالحق. انا عايزه المتابعين يكونوا حقانيين اصلا. مبروك للمغرب مره تانية. والسنغال ما كانتش تستحق البطوله. السنغال عملت شغب، عملت يعني تاند باند. عندنا حاجه اسمها بلطجه، بتكسب بالعافيه بالدراع. يعني المغرب اتظلمت، المغرب اتظلمت من اليوم الاول، والله العظيم هي مظلومه. مبروك للمغرب، مبروك للمغرب. وانا مش هغير كلامي، واللي عايز يلغي الفولو هو حر. انا عايزه الناس اللي عندي على فكره يكونوا متابعيني، يكونوا حقانيين. وانا زعلت عشان الناس عرفت ان انا كان نفسي اوصل 200,000، فانا زعلت ان بيلو دراعي يعني. بس تمام خلاص، يعني مش فارق لي. المهم ان انا اكون بقول الحق وكده واكون مرتاحه. انا على فكره مش هكون مبسوطه وان انا بغير كلامي عشان مشوهه متابعين او عشان اي حاجه. انا عايزه المتابعين بتوعي يكونوا كويسين وحقانيين. مبروك للمغرب، مبروك للمغرب. هفضل اقولها لانها كانت تستحق البطوله. السنغال بلد مش هيستحقها، لان السنغال بجد اسلوبها كان وحش جدا. الحكم نفسه خاف من السنغال، الحكم خاف من السنغال، خاف يقول الحق. الحكم واقف عامل كده، الحكم مستنينا احنا نقول راينا. مبروك للمغرب وبس.